افتتح معرض فناني المدينة المنورة بجولته 30 للزوار، وحظي الافتتاح حضور عدد كبير من متذوقي الفنون والفنانين، وتم عرض أعمال فنية متنوعة ذات طابع إبداعي. الجماعة تأسست عام 1401 مع الأخ فؤاد طه مغربل والأخ صالح خطاب والمرحوم محمد سيام في السنة الأولى. السنة الثانية انضاف إليها نبيل نجدي، مريم مشيخ، والمرحوم منصور كردي، وانطلقنا كستة فنانين على مناطق المملكة وخارج المملكة. ثم بدأنا نفكر في أن ينضم إلينا عدد من الفنانين من المدينة المنورة، والآن ولله الحمد يعني أصبحنا 18 فنان وفنانة في هذا العام. إحنا طبعا أقدم جماعة على مستوى العالم، نقولها من جد، لنا 46 عام لم تكن ولم تدم أي جماعة قامت في العالم 46 عام. الجماعة طبعا هدفها توثيق تراث المدينة المنورة المعماري والزراعي والحرف والصناعات المدينية المنورة، فبتنتج بأساليب تشكيلية مختلفة. الآن مستوى المعرض ما شاء الله جيد جدا، المستوى الفني يحتوي على 20 فنان زي ما تقولنا، كل فنان مشارك بمجموعة من الأعمال من 3 إلى 5 أعمال. يعني شاركت بهذه اللوحات عن المدينة، روحانية المدينة، عن مسجد عمر بن الخطاب، لأنه كانت هو موقف المدرسة الباصيجي يأخذنا من عنده، والحرم النبوي طبعا والقبلتين وقباء. والثاني عن الاسطسيون هو محطة القطار، كانوا زمان الأتراك العثمانيين يسموها الاسطسيون، كلمة تركية عن يعني المحطة، بس كانت لها احنا لحد الآن ما نسمي إلا الاسطسيون، فلها أحداث مؤلمة لما خاصة إذا شفتوا مسلسل يعني سكة سفر. برضو عملت البواب وكل أشياء قديمة أيام العثمانيين. إقامة مثل هذه المعارض تعمل على التعريف بالقدرات الفنية المميزة التي يمتلكها الفنانون التشكيليون السعوديون، والإسهام في نشر ثقافة اقتناء الأعمال الفنية. لقناة السعودية، عبد الله تيمور، جدة.